السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الثانوية العامة وطلاب وطالبات تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في البث المباشر الجديد. وكلام مهم جدا لطلاب تالتة ثانوي عام وطالبات تالتة ثانوي عام مع مادة الإنجليش. أول سؤال موجه ليكم، وإحنا داخلين على شهر 12. عملنا إيه من بداية السنة؟ عملت ايه من بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020؟ بدأتوا ازاي في مادة الانجليش؟ في طلبة بدأت الانجليش من شهر 8، وفي طلبة بدأت من شهر 9، وفي طلبة بدأت من شهر 10، وفي اللي بدأ من شهر 11. كل الطلاب عملنا ايه بالنسبة لمادة الانجليش؟ هل احنا فهمنا كويس الجرامر، وفهمنا الانجليش سكيلز اللي هي مهارات اللغة الإنجليزية أثناء تلك الفترة اللي هي مش فترة قصيرة، تعتبر فترة طويلة، اللي بدأ من شهر 8 بقاله ما يقارب من 4 شهور، 8 و9 و10 و11، واللي بدأ من شهر 9 كبداية طبيعية حتى بالنسبة للدراسة بقاله 3 شهور. ال3 شهور عملنا إيه في ال3 شهور بالنسبة لمادة الإنجليش؟ هل إحنا مستوعبين المادة واركانها وتفاصيلها واجزائها وايه المطلوب فيها بالظبط؟ انا بقابل طلبه بتحضر بعد لما حضرت في اكتر من سنتر، او حضرت في اكتر من جروب. في طلبه لسه مش مستوعبين كويس ايه المطلوب من الانجليش، ولسه بيذاكروا الانجليش زي ما كنا بنذاكره في السنين اللي فاتت. يعني احب اعرفكم ان الماده متغيره والفكر متغير بالنسبه للانجليش، وحتى الاسئله اتغيرت. الاسئله اتغيرت للاحسن والماده اتغيرت للاحسن. وانا بذكركم تاني باللي حصل في ماده الانجليش، ان مذاكره اليونتس بس او الستوري بس مش هو ده اللي هيخليك تحصل على كل الدرجات اللي هي 50 من 50 اطلاقا، اللي هي 50 over 50. احب اعرفك ان اليونتس اللي انت بتعتمد عليها هتلاقي فيها الفوكاب، هتلاقي فيها الديفينيشنز، هتلاقي فيها البريبوزيشنز الكلمات والتعريفات وحروف الجر، هتلاقي فيها الجرامر والاكسرسايزز، وبعد كده هتلاقي عندك الستوري اللي هي بريزنر اوف زندا، سكين زندا. المنهج ده لوحده مش هو اللي يخليك تجيب الدرجه النهائيه اطلاقا. المنهج ده لوحده بيعتمد على تقريبا نص الدرجه اللي هو 25 من 50، وباقي الدرجات ال 25 التانية معتمدة اعتماد كلي على الانجليش سكيلز، مهارات الانجليش سكيلز، مهارات اللغة الإنجليزية. ازاي تحل سؤال الديالوج، ازاي تحل سؤال الترانزليشن، ازاي تترجم، وازاي تعمل سؤال الحوار، وازاي تكتب باراجراف كويس، ازاي تكتب باراجراف كويس، فقرة إنشائية محترمة أو ساي أو مقال، وازاي تحل سؤال الكومبريهنشن، سؤال الباسج وقطع الفهم، ازاي تفهم الكلام ده كله. يعني الطلبه اللي فاهمه كل اللي انا قلت عليه، فيعني انا بهنيكم ان انتم على الطريق الصحيح. الطلبه اللي ما كانتش فاهمه زي معظم او بعض الطلاب اللي هو مش فاهم غير ان اليونت، انا ذاكر اليونت كويس جدا، الجرامر والفوكاب، وبعض كلمات الترانزليشن الترجمه كده انا خلاص ماسك الماده ككل مع الستوري. لازم زي ما قلت تركز الى جانب الجرامر، تركز على الايه الاسئله الخاصه باسئله المهارات. طيب ده فهم الماده بتتكون من ايه، زي ما قلنا اجزاء الماده كويس، والانجلش سكيلز المهارات الخاصه بيها. بعض الطلبه بتسيب نفسها لغايه يومنا هذا بتحضر في السنترز اللي فيها اعداد كبيره جدا. السنترز اللي فيها اعداد كبيره جدا، لو انت من الطالب اللي بيتشتت ذهنه مش هينفع معاك نهائيا. انت ممكن تكون وصلت لغايه يونت 6، او وصلت لغايه يونت 9، او وصلت لغايه يونت 7، ولغايه دلوقتي الدنيا تايهه معاك. مش هينفع، هتفضل سايب نفسك لغايه نهايه شهر 12، وبعد كده هيحصل لك نوع من الصدمه انك فاضل لك 4 شهور بس بعد كده على الامتحان، او 5 شهور بس، وانت لسه ما بداتش في الماده. انت بتحضر بس، مستوعب جزء من الجرامر وجزء واقع منك، حافظ بعض الكلمات وبعض الكلمات واقعه منك،
فاهم بعض الشابترز في الستوري، والجزء الثاني ما انتش فهمته ولا انت حصلته ولا ذاكرته. لازم تلحق نفسك، ولو هتلحق نفسك من النهارده. يعني بعض الطلبه بتقول لي انا لو بدات من النهارده يا مستر الحق، ولو بدات من شهر واحد هتلحق. لكن يكون عندك اصرار وعزيمه، وتكون فاهم كويس ايه الانجليش المطلوب فيه، لان هي من المواد السهله، هي لغه مش صعبه خالص. الامتحانات ممكن تيجي جديده على الطالب اللي هو ما حصلش كويس، ما فهمش كويس، او هو مش متاسس اصلا كويس في الانجليش. طيب احنا بالنسبه لنا بنعمل ايه؟ بالنسبه لنا لو انت طالب بتفهم في جروب، هتقدر تحضر في السنتر، لكن في جروب يكون في اعداد مميزه. مش هينفع ان انت تحضر في الجروبز اللي هي بتبقى فيها دور واثنين وثلاثه وخمسه وعشره، وهتشوف المستر من خلال الشاشه بس، مش هتعرف تتجاوب معاه. لو انت فاهم كويس وانجزت، وفي تصحيح من خلال المشرفين على الماده مع المستر، والدنيا ماشيه معاك وبتحل كويس في الاكزامز وبتحصل على درجات تمام، انت على الطريق الصحيح، مفيش اي مشكله. اما اذا كنت تتكسف، واذا كنت مش عارف تسال، واذا كنت اي سؤال هيقف معاك مش هتعرف تتابع مع المستر بيمشي بسرعه بعد المحاضره، عشان عنده محاضره واثنين وثلاثه في اكتر من سنتر في اكتر من مكان، او المحاضره بعيده جدا عليك، مش عارف ان انت تحصل الموضوع ده. لازم توقف الكلام ده كله وتشتغل في جروب يكون فيه العدد مميز، او تشتغل لوحدك خالص برايفت. احنا الفتره دي بيظهر طلاب كتير مروا بالكلام اللي انا قلته ده، فبنحاول ان احنا نحطهم على الطريق الصحيح، وبنحاول نبدا معاهم. بدانا مع ناس من يونت 1، في ناس ممكن تكون حضرت لغايه يونت 5 او يونت 6، لكن اللي فهموا من اليونتس بس 2 يونتس او 3 يونتس. خلاص انت فاهم ده وطبقت عليه، هبدا لك او هنبدا بعد كده من اليونت اللي انت فهمها كويس. بعد لما تاخد الفوكاب لازم تطبق عليها. بعد لما تاخد الجرامر لازم تطبق عليه كويس جدا بالمالتيبل تشويسز، لانك هيكون عندك الاسئله دي الخاصه بالجرامر والفوكاب واسئله الديفينيشنز والبريبوزيشنز بتتسال عليها في 30 جمله اختياري بتكون عندك مع بدايه الاكزام في الامتحان البوكلت. تبدا ب 30 جمله اختياري. الجمله الاختياري دي فقط هي على اسئله الفوكاب والديفينيشنز والبريبوزيشنز والجرامر ومحتويات المنهج اللي خاصه باليونتس نفسها، ال 18 يونتس. اسئله الستوري ما بقاش عندكم الاسئله اللي هي خاصه ب كومنتس، يعني ما فيش اسئله تعليقات. دي كانت عندنا في السنوات اللي فاتت في بريزون اوف زندا، هتتسال الاسئله غالبا بتبقى فيها اسئله critical thinking لكن من داخل الستوري، لكن مش هيقول لك who said that to whom where and when. السؤال ده اتمنع تماما، اللي هو كان بيخليك تحفظ الستوري صم عشان تبقى عارف الكاركترز، الشخصيات اللي موجوده في الستوري، مين قال ايه لمين وامتى وازاي. الستوري محتوياتها سهله جدا، احداث كلها خاصه بالبوليسي والاشياء اللي هي خاصه بالحكم والسياسه وازاي ان انت كحاكم عايز ياخد الولايه من حاكم تاني، او ازاي ان يحصل فيها تصريفات الحكم، وليها احداث ظريفه جدا. لازم تعرف الكاركترز، ولازم تعرف سرد احداث القصه كويس جدا، ولازم تذاكر الاسئله اللي هي المباشره الدايركت حتى، والاسئله اللي هي خاصه بالكريتيكال ثينكينج، تبقى فاهم كويس ايه اللي بيحصل في الستوري. بالتالي انت محتاج تبدا بدايه صحيحه. لو انت بدات وماشي تمام خلاص استمر، ربنا يوفقك. لو انت بدات ولسه ما حطيتش رجلك على الطريق الصحيح، لسه متشتت، لسه الدنيا تايهه معاك، لسه مش عارف تمسك المنهج كويس، تقدر تكلمنا واحنا هنتابع معاك ان شاء الله. وهتدخل في اما في جروب من الجروبز المميزه معانا، بيبقى الاعداد بتاعتها 6 او 8 او 10 او 5 او 2 او 3 جروب مميز من الجروبز الموجوده في منطقه حدائق الاهرام، او ان انت تقدر تشتغل برايفت. لكن ما تتاخرش عن كده، لان التاخير عن كده ممكن يسبب لك صدمه، ممكن يسبب لك مشاكل جدا. لازم تحل اسئله السيرت بوك والورك بوك والبريفيوس اكزامز، اللي هي الاسئله خاصه بكتاب الطالب وكتاب التدريبات اللي وضعها الوزاره، لان الوزاره غالبا بتحب تجيب اسئله هي اللي وضعها مش من الشيتس ومن الكتب اللي عاملاها الاساتذه. لكن كمان البريفيوس اكزامز، اسئله امتحانات السنين اللي فاتت مهمه جدا ليكم. تمنياتي اكون وضحت ليكم ايه اللي حاصل في منهج الانجليش،
والكلام المهم جدا في المرحله الخطيره اللي احنا فيها، المرحله حاليا بدايه شهر 12. الحق نفسك وما تشتتش نفسك، واذا احتجت اي حاجه تواصل معانا، هتلاقي الارقام ان شاء الله موجوده في الكومنتس، وهتلاقيها موجوده اعلى الفيديو. تمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح، وان شاء الله تحصلوا على الفول ماركس في ماده الانجليش. وكان معاكم احمد امين، مدرس